لو فاكرة انك في بيتك وقافلة عليكي بابك، يعني انتي في امان تبقي غلطانة. لان الامان مش حيطان وبس، الامان راجل بيعرف يصونك في غيابك قبل حضورك. قصة النهاردة هي درس لكل ست وتحذير لكل راجل ماتت فيه الغيرة. حكاية زوج خان الأمانة بأبشع طريقة ممكنة، ودلوقتي هو بيدفع التمن. رعب والتهديد بفضيحة هتهد المعبد على اللي فيه. تخيلوا زوجة عايشة في بيتها بكل حرية، بتلبس وتتدلع لجوزها وهي ما تعرفش ان في عين تانية بتشوفها معاهم في الأوضة، عين صديقة زوجها القديمة. ليه عمل كده؟ وايه التهديد المرعب اللي بيواجهه دلوقتي؟ كملوا معايا الفيديو ده للآخر عشان اللي هتسمعوه النهاردة صدمة بكل المقاييس. صاحب القصة بيعترف بمرارة وبيقول إنه ولد على 4 بنات. باباه ومامته كانوا بيتباهوا بيه، وبدل ما يربوه يكون حمش وبيغير على عرضه، سابوه يحكي أسرار إخواته البنات للجيران ولصحابه. أختي فلانة لبست كذا، أختي خرجت، أختي شكلها كذا، حاجات اللي زي كده. يا جماعة، التربية مش بس أكل وشرب، التربية غيرة وقيم. الطفل اللي بيتعود يفتخر بجمال محارمه قدام الناس بيكبر وعنده موت في الغيرة، وده اللي وصل بطل قصتنا للي هو فيه دلوقتي. البطل كان عنده صديقة من قبل الجواز وفضل يتواصل معاها بعد ما اتجوز. الست دي كانت ذكية جدا، بدأت تدخله من مدخل أنا زي أختك، وريني ذوق مراتك، وريني هي شاطرة في اللبس ولا لأ. بدأت بأسئلة عادية لحد ما وصلت لأنه هو صورها وهي نايمة. قالت له صورها لي وهي لابسة قميص نوم. فهو بيحكي وبيقول كنت بصورها وهي مش حاسة، وهي في قمة ضعفها وبراءتها، وببعت الصور دي وانا حاسس بفخر غريب لما الست دي تقعد تمدح في جمال مراتي. بحس قد ايه ان انا متجوز واحدة حلوة. انتوا متخيلين؟ الراجل بدل ما يغطي مراته كان هو اللي بيكشف غطاها للناس الغريبة. فجأة ضميره صحي، بس بعد ايه؟ بعد ما الموبايل بقى عليه أرشيف كامل لمراته عند واحدة تانية. لما حاول يقطع العلاقة بالست دي، الست دي اتحولت لصديقة مبتزة. قالت له جملة واحدة هزت كيانه: لو ما بعتليش صور جديدة، الصور اللي عندي دي هتكون على كل جروبات الفيس والواتس. تخيلوا بقى حالته دلوقتي، نايم جنب مراته وهو مرعوب يبص في عينيها، خايف تليفونه يرن، خايف الست دي تنفذ تهديدها ده في أي وقت، وهو محتار ومش عارف يعمل ايه، يصارح مراته ولا ينتحر ولا يفضل عبد للست دي. بطل القصة: الحل انت غلطت غلط كبير جدا، بس الهروب مش حل. لازم تعرف ان الست دي جبانة، المبتز دايما بيكون جبان. لو انت خضعت ليها النهاردة، بكرة هتطلب منك فلوس، وبعده هتطلب منك حاجات أبشع. في مصر وفي كل الدول العربية مباحث النت عندها سرية تامة. روح بلغ، هيجيبوها من قفاها ويمسحوا كل اللي على موبايلها من غير ما حد يعرف. وأهم حاجة، توب لربنا وارجع راجل لبيتك، واعرف ان العين اللي بتخون ربنا بيفضحها. انا خلصت القصة دلوقتي، بس السؤال ليكم: هل الزوج ده يستحق فرصة تانية لو تاب، ولا دي خيانة لا تغتفر؟ مستنية رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد من الدرس ده.